بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أزواوي، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم كنتواجدوا في المقر ديال الغرفه التجاره والصناعه ديال جهه الشرق لتنظيم لقاء تواصلي مع ممثلي التعليم الخصوصي بوجده، خصوصا الهيئه المشرفه على القطاع الخصوصي بالجهه ديال الشرق. وجينا باش نوضحوا للاخوان المهمه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لانه كيعطي التعويضات العائليه ويعطي جميع التعويضات اليوميه على المرض وعلى الامومه والتقاعد الى غيرها من التعويضات، وكذلك كيسير التغطيه الصحيه ديال العمال غير الاجراء والعمال الاجراء واصحاب المعاشات وامو الشامل، الناس اللي هما قادرين انهم يؤدوا اشتراكات، والناس ديال امو التضامن او ما يسمى بالرماد اللي كانوا في المساعده الطبيه. وجينا نوضحوا للاخوان ان الخدمات اللي كيقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي كتم عن بعد، بما فيها انخراط تسجيل ديال العمال ديالهم، اداء اشتراكات وتصريح بالاجراء ديالهم. وجينا نوضحوا لهم على ان الاجراء ديالهم يمكن لهم في البورتاي تعويضاتي يمكن لهم يحطوا جميع التعويضات اللي باغيين يقدموها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدءا من التعويضات العائليه وما يسمى بفلوس البز، مرورا بالتعويضات اليوميه على المرض والامومه، التقاعد الى غيرها. فهذه المسائل كلها يمكن لهم يديروها من البورتاي عندهم، ولا داعي انهم يمشيو للوكالات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجينا نوضحوا لهم اساسا عاوتاني ان الملفات ديال التعويض على المرض يمكن لهم يحطوها في نقاط القرب، اللي هاد نقاط القرب هي مجموعه ديال المؤسسات اللي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داير معها شراكه باش تاخذ منهم هاد الدواسه ديال التعويضات اليوميه على المرض. وجينا هضرنا لهم على المشروع الملكي السامي ديال توسيع ديال التغطيه الصحيه لجميع المغاربه، بدءا بالسنه ديال 2021 و22 اللي وصل فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ما يناهز 22 مليون مستفيد من التغطيه الصحيه. وغتجي السنه ديال 23 و 24 اللي غادي يكون فيها الصرف ديال التعويضات العائليه لواحد 7 ديال الملايين ديال الاطفال في السن ديال التمدرس. وغادي تجي السنه المفصليه الاخيره اللي هي السنه ديال 2025 اللي غادي يكون فيها التعويض عن فقدان الشغل، وغادي يكون فيها توسيع الاستفاده من التقاعد اللي غادي يشمل لنا واحد 5 ديال الملايين ديال الاشخاص اللي غادي تكون عندهم التقاعد. وجينا وضحنا لهم عاوتاني العمليه ديال المراقبه والتفتيش، على ان هذه العمليه كتم بشفافيه تامه، وان اي مشغل دازت عنده المراقبه والتفتيش وما رضاش بهذيك العمليه ديال المراقبه راه يمكن ليه يدير الطعن جهوي ولا يدير الطعن المركزي. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذا اللقاء التواصلي اليوم، لقاء اللي كيندرج في العمل السنوي ديال المديريه المراقبه والتفتيش ديال الضمان الاجتماعي، اللي من بين الاهداف ديالو هو التواصل والحوار مع مؤسسات قطاع التعليم الخاص بالمغرب. حاولنا من خلال هذا اللقاء نشرحوا للاخوان والفاعلين الشركات اللي كتزاول في هذا القطاع مسطره المراقبه والتفتيش. شرحنا لهم كذلك الواجبات والحقوق والالتزامات ديال الشركه في كل ما يتعلق بالتصريح بالاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكان لقاء فيه مجموعه ديال المداخلات، وخرجنا بمجموعه ديال التوصيات اللي ان شاء الله كتصب في تحسين وتجويد العلاقه مع هذا القطاع.